حلو. عجبك؟ ايه رايك يا ماريكا انت كمان؟ حلو. عاوزين نيجي هنا تاني يا ماما. حاضر يا حبايبي. لا 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 لا، فعلا الموضوع مبهر زي ما احنا ما شفنا في المطبخ. في ميكس جامد جدا ما بين الفرايد تشيكن الامريكي والبيتزا الايطالي. ايه جمال البيتزا ده، شفناها وهي بتتعمل، ايه الحلاوه دي، انا مش قادر من ريحتها. عايز اقول لكم كمان تتبيله الفرايد تشيكن وهي بتنزل في الزيت ريحتها تحفه. طبعا دي افضل اكلتين الناس بتاكلهم، البيتزا الايطالي والفرايد تشيكن. النهارده جبتها معايا عشان هي فاكره ان النهارده لسه فريندز موجود. لا، فريندز اتغير بقى ميكس هاوس، الميكس الجميل اللي احنا شفناه. وانا عايز اقول لكم العنوان عشان العنوان ناس كتير بتلخبط فيه. في بنها اخر شارع مؤمن، هتلاقيه في وشك على طول جنب المعهد البريطاني. اخر شارع تويتر من الشمال هتلاقيه في وشك على طول، فهو من جميع النواحي هو حواليك. يلا بينا بقى نبتدي ندوق الاكل كده ونقول راينا فيه ايه. انا متحمس جدا. دي البيتزا السي فود، طبعا تحفه، يعني شكلها والالوان بتاعتها حكايه. جميله جدا. طبعا طالما المدام موجوده تقطع البيتزا السي فود. عايز اقول لكم ريحتها تحفه، ستافت كراست محشيه كوريا. تعالوا ندوق ونقول بسم الله. يلا بسم الله. عايز اقول لكم موتزاريلا زياده، زود جبن يا مدير. ايه رايك؟ تحفه، حلوه جميله. قوي. انت ايه رايك؟ انا بصراحه انا ما باكلش اصلا بيتزا سي فود، بس ريحتها انا اللي اخترتها. وطعمها. اخد حته كده من المحشيه كابوريا. شايفين هنا؟ شوف، عايز اقول لكم بجد الحشو غني. لا حقيقي حلو قوي. العجينه رفيعه جدا. عجبني العجينه جدا، طريه وهشه كده، لا حلوه قوي. الموتزاريلا كمان نوعها ممتاز، يعني غير اللي انا اكلتها في اي مطعم تاني حقيقي. انا صورتها تحت وهو بيعملها، حرفيا كل حاجه بستخدمها فريش. صراحه عجبتني جدا، انا اديها 10 من 10. انا اقول اللي ما جربش ميكس هاوس فايته كتير. نيجي بقى المعشوق الجماهير الفرايد تشيكن. انا عايز اقول لكم معلومتين عليها بس نصب البيبسي الاول. اول حاجه التوابل اللي مستخدمينها على الفرايز ريحتها حلوه قوي، باينه قوي وفايحه قوي بصراحه. دي اول حاجه. تاني حاجه انا عايز اقول لكم بس لون الفرايد تشيكن، اللون ده صعب تلاقيه في مصر، وده عشان نظافه الزيت. انا كنت واقف معاه تحت بينظف الزيت دايما، وده باين على قطعه الفراخ. يعني انا مهما هتكلم على نظافه الزيت اللون واضح. اللون ده صعب تلاقيه اصلا في اي مطعم فرايد تشيكن في مصر يعني. اللي عجبني كمان ان الفرايز بتاعتهم حلوه قوي ومقرمشه وطريه من جوه، يعني دي صعب اللي احنا نلاقيها في اي مطعم تاني، ان الفرايز تكون زي كده بالشكل ده. نشرب بيبسي. طبعا هنا جايب لنا اكتر من صوص، الكول سلو، الباربيكيو صوص، توميه، والرانش صوص، مع صوص الجبنه العجيب. انا بصوا انا النهارده ده عشقي أنا بقى. ده العشق ده. ده عشقنا احنا طبعا الاتنين. هنا طبق ريزو حكايه. عايز اقول لكم ريحه الباربيكيو صوص لا تعلى عليها تجنن. في الدبوس. بصوا يا جماعه، اعذروني بقى، اعذروني على اللغوصه اللي هتحصل، اعذروني على اللي هيحصل دلوقتي. لا احنا ممكن بصراحة. نعمل كده. انت ممكن تعملي كده، انا بحط طب وليه نعملها كده؟ ايه؟ اشوف طيب. واو. كتر جبن يا مدير. نقول بسم الله. عين القرمشه عامله ازاي؟ طبعا قطع سبايسي عشان انا بحب السبايس طبعا. ممكن بس اقول على حاجه، شايفين هنا الفراخ بيضه من جوه، وده دليل ان هما بيستخدموا الفراخ برضو فريش. شايفين؟ سبايسي سبايسي قوي. التتبيله حلوه قوي، الزيت نضيف، الفراخ زي ما هي قالت بيضه من جوه، صوص الجبنه مديها طعم حلو قوي. لا عجبني جدا يعني. التتبيله بتاعت البطاطس طعمها حكايه. حلو قوي. انا عايزه اعرف الصوص اللي هم حاطينه عليها، التوابل. محدش بيرضى يقول. التوابل دي انا مش عارفه هي ايه بصراحه، بس انا هسال الشيف. نحاول نشوف، على ما اعتقد هي كاري وعليها حاجه كمان. الولاد حتى وهم بيدوقوا الفرايز قالوا لي مامي ممكن تعملي لنا زيها وتحط لنا الصوص الاحمر اللي عليها ده التوابل يعني. الريزو بيحب الباربيكيو صوص، زود باربيكيو. هدوق الريزو بعد ما زودت عليه باربيكيو صوص. عايز اقول لكم اول حاجه انا ملاحظها الرز مفلفل جدا، وده صعب. مطعم مشهور جدا مش شرط اقول اسمه، بنجيب الرز منه
والله العظيم زي ما بنجيبه زي ما بنرمي في الزباله. لا حقيقي حلو قوي. ليه؟ بينزل من العلبه اصلا حته واحده بالظبط. مع الجلد بجد والله العظيم. بصوا شكل الرز عامل ازاي، الواحده بوحدتها ازاي. ودي ميزه ما بفهمهاش غير الاكل قوي، وخصوصا في الريزو. بالنسبه لي انا زعلان ان انا ما جيتش من شويه جربت ميكس هاوس. بالظبط، احنا كنا بنيجي فريندز بس هو بقى ميكس هاوس زي ما محمد قال لكم في اول الفيديو. المكان هنا بقى ليه روح اكتر. الكيدز اريال بتاعتهم حلوه قوي برضو زي ما شفتوا، الولاد انبسطوا جدا. الاكل بتاع الاطفال برضو بيهتموا بيه، الكواليتي بتاعته حلوه قوي. الفرايز تحفه مش شاربه زيت خالص. بالنسبه للاكل اللي احنا طلبناه برضو حلو قوي بالنسبه للمكان زي ده. والاستاف كويس جدا، ذوق جدا بصراحه، محترمين قوي واستقبلونا احسن استقبال. فانا حقيقي مبسوطه ان انا جيت هنا في ميكس هاوس. اللي ما جربش ميكس هاوس يا جماعه يجي يجربه بجد. لازم تيجي تجربوه فعلا. بس كده، سلام.